السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزية. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. عندك جوج حبات ديال الجزر وليطر حليب. اجي نوريك شنو تقدري ديري بهم وقبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. الا كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونبداو بالمقادير. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الزبده كنديرهم في واحد الكاسرونه وكنديرهم فوق النار، وكنضيف عليهم جوج ديال الحبات ديال الجزر يكونوا هكا متوسطين اولا كبار. اللي كيبغي الجزر بكثره يكثر، المهم انا درتهم متوسطين. حكيتهم هكا في الحكاكه الرقيقه، ضروري تحكوهم في الحكاكه الرقيقه باش هكا كيجيو رقاق. وكنخليهم حتى كذوب الزبده، وكنضيف 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكنخلي هاد السكر هذا والجزر يتعسلوا لمده ديال 5 حتى 6 دقائق. بعد ما كيتعسلوا كنضيفوا الحليب، كنضيفوا لتر ديال الحليب اللي كيكون بارد، وكنضيف عليهم 4 ديال المعالق كبار ديال النشا او مايزينا. في هذه المرحله هذه كتكون النار طافيه حتى كنخلط النشا وكيختفي كامل، عاد كنشعل النار وكنخلي هكا الخليط كيتختر على نار مهيله. وانا كنحرك يعني كنحيد شدي لان النشا كيهبط للقاع وكيلصق. نسيت ما ضفتش واحد الكيس ديال السكر المنكه بالفانيلا، انا ضفتو حتى لدابا يعني باقي ما تخترش الخليط. المهم كنبقى هكا كنحرك على نار مهيله حتى كيتختر وكيوصل لدرجه الغليان كما كتشوفوا معايا، وبدا كيتختر. في هذه المرحله هذه كنحاول نسرع يدي لان كيبقى النشا كيلصق بزاف. وهنايا مره كنبقى نوقف يدي ونشوف واش غادي يبانوا الفقاعات، لان ملي كنكونوا كنحركوا ما كيبانولناش الفقاعات. الا لاحظتوا دابا راه وصل لدرجه الغليان، كنحركوا كنطفي النار وكنضيف واحد العلبه ديال الكريمه السائله اللي فيها 200 مليلتر. هاد الكريمه هذه هي اختياريه، يمكن لكم ديروها ولا ما ديروهاش، غاليه كتعطي واحد البن لهاد التحليه هذه وكتعطيها واحد القوام كريمي. بالنسبه للكريمه فما سخنتها ما والو، درتها من العلبه مباشره. الا ما بغيتوش ديروا الكريمه يمكن لكم ديروا هكا علبه ديال الزبادي ديال الفاني اولا دانون فاني، اولا تخليوها غير هكاك. المهم هاد الكريمه هذه كتعطي واحد البنه هائله لهاد التحليه هذه. كنبقى هكا كنحرك الخليط حتى كيتجانس، يعني كيولي خليط متجانس، كتختفي لنا هكا الكريمه ما كتبقاش على الوجه. مباشره كندوز باش نخويه في الكويسات ديالي. وفي هذه المرحله كنبقى كل مره كنحرك الخليط اللي عندي في الكاسرونه باش ما كيديرش القشره من الفوق. كنخويه هكا في كويسات. انا درت هاد الكويسات هادو كبار، جاوني هكا واحد 5 ديال الكويسات وواحد جاني ما عامرش مزيان. المهم بعد ما نخوي التحليه ديالي غادي نغطيها بالسلوفان، نخليها حتى تبرد بحراره المطبخ وندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد تماما، عاد نزينها. وكنعتذر على الصوت ديالي صراحه، ضربني واحد شويه ديال البرد، الله يشافيكم ويعافيكم. المهم نخليها حتى تبرد ونرجع معكم. هنايا بعد ما كتبرد كانت عندي مغطيه بالسلوفان، كنحيد لها السلوفان باش كنزينها. بالنسبه للتزيين كيبقى دائما حسب الذوق وحسب المتواجد عندك. شوفوا راها شاده راسها. انا غادي نزينها بشويه ديال القرقع هكا مهرمش غير في الوسط، وواحد الرشيشه خفيفه ديال القرفه. كتجي نتوما عارفين القرفه كتجي مع المذاق ديال الجزر. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. صراحه كتجي زوينه، كتجي عاقده وفي نفس الوقت كريميه، كيجي القوام ديالها هائل جدا. كيجي فيها المذاق ديال الجزر بنين بزاف لانه كيتعسل، كيجي رائع صراحه. غير جربوها، كتجي زوينه هكا للسحور ديال رمضان. فهي صحيه، يمكن لكم ايضا تضيفوا فيها التمر، يمكن لكم تضيفوا اي حاجه فيها. واللي بغى هكا تكون صحيه اكثر ما يديرش السكر وما يديرش كريمه سائله. المهم كتجي لذيذه ومختلفه. الانسان هكا مره كيبدل في التحليات، لان ملي كديري نوع واحد دائما فكيطلع لك في راسك. المهم كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعاليق. وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه فهذه الفرصه، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو فيديو اخر، مع السلامه.